ازيكم؟ لينا فترة ما عملناش كيكات مع بعض. حبيت ارجع معاكم النهاردة بوصفة كيك سهلة ولذيذة ومختلفة وطعمها بجد حلو جدا. هنستغل موسم التين اليومين دول، الموسم بتاعه حلو جدا والتين طعمه مسكر. هنعمل منه احلى كيكة تين بالقرفة وجوز الهند. كيكة خفيفة وسهلة وكمان مختلفة وطعمها حلو جدا، هيعجبكم. بس قبل ما نبدأ مع بعض فيديو النهاردة، لو انتوا اول مرة تشوفوني انا فاتن عوض، يلا بينا نعمل مع بعض احلى والذ كيك التين بخطوات سهلة جدا جدا وبسيطة. هنبدأ اول حاجة مع بعض ان احنا نجهز المقادير الجافة على جنب. عندي في طبق نزلت بكوبايتين من الدقيق الخاص بالحلويات او الكيكات. لازم دقيق يكون منخول عشان الكيكة تطلع معاكم هشة. عليهم نزلت بمقدار معلقة صغيرة من البيكنج باودر، تقريبا نص باكو من البيكنج باودر، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة. القرفة من الحاجات اللي بتليق جدا مع الكيكات، خصوصا اللي بيكون فيها فاكهة زي التين أو التفاح. هقلبهم مع بعض كويس جدا. نزلت كمان برشة من الملح. هنركنهم كده على جنب وتعالوا نبدأ بالمقادير السائلة. في الطبق نزلت بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. عليهم هنزل بكوباية من السكر وكمان رشة من الفانيلا، سواء الفانيلا الباودر أو الفانيلا السائلة. بنبدأ الأول بنشغل المضرب على أقل سرعة لحد ما البيض والسكر يختلطوا مع بعض. بعد كده زودوا السرعة تدريجيا لحد ما يبقى عندي الخليط هش كده وكريمي وفاتح وقوامه كمان يتضاعف. الخطوة دي تقدروا تعملوها طبعا لو ما عندكوش مضرب في الخلاط بكل سهولة. بعد ما وصلنا للقوام ده، بعد كده عندي هنزل بنص كوباية من الزيت النباتي. هننزل بيهم برضو بالتدريج على خليط الكيك. هنشغل المضرب كمان مرة وهضرب كمان لمدة دقيقتين لحد أما الزيت يختلط مع خليط البيض والسكر. بعد كده هنزل كمان بنص كوباية من اللبن، أو ممكن تستبدلوها بزبادي أو لبن رايب. في كل الحالات هيديكم نفس النتيجة وكيكة هشة كمان وطرية ومظبوطة. هنضرب كمان مرة لمدة دقيقتين. بعد كده بنوقف المضرب وبنجيب خليط الدقيق مع البيكنج باودر والقرفة وبنبدأ بنضيفه بالتدريج لخليط الكيك. بنشغل المضرب في المرحلة دي على أقل سرعة عشان الدقيق ما يروحش في كل حتة وكمان ما نخرجش الهواء من الكيك. ممكن برضو في الخطوة دي تستبدلوا خالص المضرب وتقلبوا بالسباتشولا أو بالمعلقة. نضيف الدقيق بالتدريج لحد ما يختفي أول جزء، وبعد كده بتكملوا إضافة باقي كمية الدقيق لحد ما تخلصوا كل الكمية، ويبقى عندي كده خليط الكيك بقى جاهز. هتلاحظوا في وصفة الكيك دي ان خليط الكيك قوامه اتقل من قوام الكيك اللي احنا متعودين عليه، وده اللي احنا عايزينه. الكيكة دي بتكون اتقل شوية عشان تتحمل، او لما نحط عليها التين على الوش ما ينزلش كده في قاع الصينية اللي تحت ويتحرق. انا هنا استخدمت قالب طارت دهنته حطيت فيه ورقة زبدة. تقدروا تستخدموا اي قالب كيك انتوا عايزينه. الكيك دي الميزة بتاعتها كمان ان هي سمكها بيكون مش مرتفع، سمكها بيكون متوسط تقريبا زي سمك التارت. استخدموا طبعا اي صينية. بنفرد كده خليط الكيك في الصينية. تعالوا بقى نجهز التين بتاعنا. بنجيب كمية من التين مغسول كويس جدا. بننقي حبيبات التين او حبات التين تكون ماسكة نفسها شوية عشان ما تتهريش على سطح الكيك وتستوي التسوية المظبوطة مع الكيك. نقسم كل حبة تين كده نصين بالطول بالشكل ده. كمان في الوصفة دي مش مشكلة خالص لو التين عندكم مش مسكر، لأنه لما بيدخل الفرن بيتكرمل وبيطلع كل السكريات اللي فيه وهياخد طعم حلو جدا. هنجيب خليط الكيك كمان مرة وبنبدأ بنوزع حبات التين على الوش بالطريقة دي. بنغطي سطح الكيك بالكامل.
عشان كده قلت لكم الكيك بتاعتنا سمكها بيكون اتقل شويه من اي خليط كيك تاني، علشان تستحمل حبيبات التين وتفضل كده شكلها موجوده على الوش بعد التسويه، ما تنزلش وتختفي مع الكيك في قاع الصينيه او في قعر الصينيه. بتوزعوهم بالشكل ده على كل سطح الكيك بتاعنا. بعد كده عندي شرايح من جوز الهند بالشكل ده، هنبدأ بنوزعه برضو على الوش في الفراغات كده ما بين حبات التين على وش الكيك. في الوصفة دي كمان اللي هيليق معاها جدا هو شرايح كمان من اللوز المتوفر عندكم، سواء شرايح من جوز الهند او اللوز، او حتى لو مش متوفر اي بديل من الاتنين تقدروا تعملوها كده زي ما هي. الفكرة ان هو بيدي قرمشة حلوة جدا مع حلاوة وطراوة التين، بيبقى ميكس حلو جدا مع بعضه. بنوزعه بالشكل ده على كل الوش. اخر حاجة طبعا عندي وهي هنزل بمعلقة كبيرة من السكر على سطح الكيك كله، علشان الوش يتكرمل وكمان تخرج لي كل السكر وكل العصارة من التين، وياخد كده اللون الذهبي الحلو والطعم المتكرمل. كده الكيك بتاعتنا خلاص بقت جاهزة انها تدخل الفرن. الفرن انا بشغلها قبلها بدقيقتين بس، هتكون سخنت وصلت درجة الحرارة المظبوطة، درجة حرارة طبعا متوسطة او درجة حرارة 180 على الشبكة. بتدخلوا الكيك لمدة تقريبا نص ساعة لان سمكها مش كبير، لحد ما تخرج معاكم باللون التحفة ده. التين اتكرمل وبقى طري وطلع كل العصارة بتاعته كل السكريات اللي فيه. الكيك اخدت لون حلو. قطعوها وقدموها مع ممكن شوية من الايس كريم او الكريمة المخفوقة. استمتعوا باحلى كيكة تين سهلة ولذيذة وطعمها بجد مختلف. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جاية وصفات جاية كالعادة. كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.